كيف فينا نحن نعرف إنه if I have a good relationship with food؟ أنا عرفت إيه المشكلة، أنا عرفت أنا ما بخسش ليه. Food is intimately connected من أول لما نتولد ب how we feel. فبيقوم الجسم أو الدماغ خلينا نقول ما بقى بيستوعب إنه هذا الشخص شبع. ليش؟ لأنه صار في شيء اسمه ليبتين ريزيستنس. إحنا أوقات كتير بنبقى عايزين نسكت أو نتعامل مع مشاعر غير الجوع بالأكل. How we think of our bodies has really nothing to do with how it looks. مش حاسة إن مقاومة الأنسولين دي بقت overrated؟ فالbrain freaks out and says oh my god إحنا محتاجين calories. كمان في كتير أشخاص بيكونوا هن ضعاف بس وقت بيطلعوا على البودي كومبوزيشن ماشين بيطلع إنه جسمهم تقريباً 40% دهون. Not feeling ashamed by food, not feeling guilty by food. هيفضل الأكل أزمة ومشكلة، وهيفضل الوزن أزمة ومشكلة، وهيفضل البودي إيمج أزمة ومشكلة بالنسبة لنا، وإحنا عايزين بقى نتصالح معاها. علاقتنا بالأكل من أصعب العلاقات اللي إحنا بنعيشها، زي ما تقولوا كده love hate relationship. بتبقى علاقة فيها قلق وخوف، ودي من الحاجات اللي إحنا محتاجين نفهمها. ليه العلاقة دي علاقة صحية أو غير صحية؟ أنا نشوى طنطاوي، مستشارة نفسية، وهتكلم مع مجدولين الرمحين ومع سارة المنياوي. مجدولين الرمحين أخصائية تغذية علاجية هون بالإمارات. هاي ازيكم، أنا سارة، أنا psychologist وبتخصص ب type of therapy اسمه cognitive behavioral therapy. طيب بما إن معنا 2 متخصصين النهاردة، وأنا مبسوطة جدا إن احنا اتقابلنا مع بعض، وعلشان هنتكلم على الموضوع ده بيهم ناس كتير، ومفيش حد من الناس اللي حواليا including myself إلا بشكل أو بآخر بقى عنده كده علاقة غريبة جدا مع الأكل. أنا نفسي بقيت الحاجات اللي أنا باكلها أو بشربها حتى لو هي حاجات عادية ساعات بتخوفني. لازم أفكر الأول وأبص على المكونات، أبص على تأثيرها علي، يا إما علشان خاطر الصحة، يا إما عشان خاطر الوزن، يا إما علشان خاطر الجادجمنت أو أحكام الناس اللي حواليا. فبقت علاقة سبب من أسباب القلق، وده بسمعه كمان من الناس اللي حواليا في حياتي أو في البروفيشنال ورك بتاعي مع كلاينتس بتوعي. فأنا عايزة أعرف رأيكم أنتوا، شايفين العلاقة تخوف قوي كده ولا مش قوي كده بالنسبة لكم؟ هلأ نشوى، بصراحة الشيء اللي أنتي عم تقوليه هو شيء كتير رياليستيك، حتى أنا بلمسه كتير بالبيشنتس تبعي. صار في خوف من الأكل، صار في مثل ما نقول toxic relationship with food، بس I think it's because of different things. يعني one of them is صحيح زاد كتير الأويرنس على السوشيال ميديا، وكتير صار في عالم عم تطلع وتحكي بالتغذية وبتعمل أويرنس وكذا، بس كمان عم بيكون في شوي معلومات مغلوطة. ممكن أشخاص non-professionals ما عندهم academic background بالموضوع عم يطلعوا ويعطوا نصايح من personal experience، قصص يعني زبطت معهم بس يمكن ما بتزبط على غيرهم. فالعالم مثل فيك تقولي إنه فاتت المعلومات ببعضها، وصارت العالم عم تتأثر بطريقة كمان سلبية ما بس يعني positive. احنا فعلا كل يوم بنشوف ستادي جديدة. حد بيجي يقول والله الدقيق مضر، وبعدين الكاربس وحشة، وبعدين لا الكاربس لو ما أكلتوهاش مش هيبقى عندكم انرجي، لا ده الألبان مضرة للناس كلها، لا مضرة لناس معينة. وكل الستاديز اللي موجودة دلوقتي بقت contradicting جدا، ما بقيتش في طريق واحد يبقى هو black or white. انتي دايما بتدوري على هتلاقي فين معلومة تمشي عليها شوية علشان بكرة تتغير وتيجي معلومة تانية. طب من يعني خبرتك كده في العيادة النفسية، بتشوفي الموضوع ده ازاي؟ بصوا لانتو you make very important points وأزود عليهم. وطبعا with the rise of social media وزي ما جدولين بتقول a lot of people who don't really have expertise بيتكلموا في الموضوع عن what to eat, what's healthy, what's not. بتزود الانكزايتي for a lot of people. في طبعا such an overvaluing of شكلنا in general weight. A lot of people want to be thin أو want to lose weight
وبقى في obsession with that obviously in our culture يعني. you see طبعا بالediting وكل الحاجات دي الصور on social media kids from a young age بيبصوا على images that aren't realistic وبيحسوا ان هم لازم يبقوا زي الشكل ده even though it's completely unrealistic. From a very young age people start really overvaluing body image, wanting to lose weight, وده بيخلق a very complicated relationship with food. طبعا يعني the first question you mentioned was very interesting, which is how do we even define healthy or unhealthy relationship with food? ده يعني what does that even mean, you know? And it's such an interesting question because it's hard to define. يعني أنا you know في العيادة عندي مثلا واحدة كانت بتقولي طيب يا سارة أنا I'm really tired of years of dieting وأنا عايزة to find a good relationship with food. عايزة إن أنا أوصل مرحلة where I'm not always thinking about food. وقالت لي حاولت أعمل intuitive eating زي ما بسمع online، هاكل لما أبقى جعانة وأبطل لما أبقى مش جعانة. But I don't know, she's like that doesn't feel يعني. قعدت تتكلم معايا عن how she's unable to achieve that. هي بتقعد تقول نفسها طب أنا مش عارفة لو أنا جعانة دلوقتي ولا مش جعانة. طب I'm still like kind of trying to follow a rule of eating when I'm hungry and not when I'm full. Well, that's actually not a healthy relationship with food because it is still healthy إن الواحد يبقى ساعات هياكل cake at a birthday even if they're not hungry just because it's something nice. Actually defining it is a very interesting thing. يعني healthy relationship is not about rules. It's actually about not feeling ashamed by food, not feeling guilty by food. I don't know actually what you guys think. يعني how would you guys define having a healthy relationship? هلا سارة أنا على أول نقطة قصة الكومباريزن في كتير عالم حتى they look at fitness models و they compare themselves لهدول الصور ولهدول المودلز بيقولوا why am I not like that. فكمان نقطة إنه نحن نصير نقدر جسمنا أكتر، نحب جسمنا for the function that it does for us not just الشكل. فهون يعني بحس التغيير لازم يكون أول شيء بطريقة التفكير بالمايند سيت تبعنا إنه نحن نحب جسمنا ونقدره. هاي أول نقطة. والنقطة الثانية اللي حكيتي عنها سارة مثل ما قلتي إنه يعني كيف فينا نحن نعرف إنه if I have a good relationship with food. وأنا في عندي هيك a few points بنصح الكلاينتس هيك شوي يراقبوا حالهم إنه بس يبلشوا يقربوا من هدول النقط يعني إنه هن they're starting to have a better relationship with food. For example, number one مثلا not to look at food as in calories only. يعني ما أتعامل مع الأكل إنه بس قد فيه سعرات. The counting calories is something الناس كتير جدا جدا بتعملها all the time. كله بيتكلم على إني لأ أنا هحدد النهاردة أنا أكلت قد إيه. واكشلي حتى في ناس كتيرة جدا دايتيشنز أو ناس يعني personal trainers في أماكن والمفروض إن هم عندهم certifications وبيجي يقولك بصي أدي هي الليست بتاخدي 100 جرام فراخ وبتاخدي كذا وبتاخدي كذا جمعي انتي عندك 1500 كالوري النهاردة لو كلتي 1300 كالوري انتي كده هتخسي بيصيروا على الاب يحسبوه. وفي ابس جديدة بتديفاين الكالوريز بتاعت الأكل وبتصوري بيها الأكل من كتر الأوبسيشن. ما هو that's why احنا بنتكلم على هو ليه العلاقة اللي كانت زمان علاقة عادية يعني أكيد ناس كتيرة من زمان جدا وهي بتحاول إن هي تمشي على شكل الجسم المقبول عشان نقدر نقول برضو في كل كده جنريشن كان في شكل جسم هو ده الحلو والناس كلها ستات أو رجالة بيبقوا عايزين يقربوا من الشكل ده ودي حاجة طبيعية لأن خلاص بتبقى الثقافة كلها ماشية في الاتجاه ده. بس للأسف الشديد في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي الإيمج دي مش أحسن حاجة. الإيمج دي مش هيلثي قوي. الإيمج دي ماشية في اتجاه إن الناس تبقى بمقاييس جسمانية معينة أو حتى الأويرنس أو الوعي اللي بدأ يتعمل دلوقتي على إن اللي جوه الجسم زي ما أنت كنتي بتتكلمي هو أنا ببني إيه versus
شكلي هيبقى عامل ازاي. اكني كده معايا عندي عربيه قاعده لمع فيها وشكلها حلو جدا والانجن جوه بايظ وما فيهاش كراسي وما هي it is not gonna function، يعني هي مش هتشتغل خلاص كده، هي العربيه دي هتقف. فاللي بيسترس على نفسه قوي عشان يوصل للبودي ايمج المتعارف عليها ان البنات تبقى رفيعه والرجاله تبقى عندها عضلات، counting calories او حتى بالدايت الكتيره جدا اللي احنا بقينا نسمع عنها دلوقتي، كميه اسامي وكميه مصطلحات وكل الناس بتفتي. يعني انت اكيد بيعدي عليكي يا مجدولين كل الدايتس بقى، كل الناس بتجيلك تقولك والله اعملي لي كذا، اشكال والوان. ايه بقى بتشوفي ايه؟ واكتر شيء بيجيني انه تبع بيحددوا لك وقت، انه مثلا عندي عرس بعد 20 يوم بدي انزل 5 كيلو، شوفي شو بدك تعملي. يعني كأنه الموضوع اتصرفي يا هو مجدولين. يعني هاي المشكلة، إنه في كتير عالم تتعامل مع الموضوع إنه هو مؤقت، يعني إنه شيء أنا بدي أعمله بس، يعني حتى الهيلثي لايف ستايل أو الدايت بيطلعوا فيها إنه أنا شيء مؤقت بس بدي أعمله هالفترة لأوصل لهدف وبعدين خلص. فأنا بحاول غير لهم شوي طريقة تفكيرهم، إنه لا، هاي it's a long term. يعني أنت يعني وقتها بدكم تتعلموا habits صحية المفروض هي تضل معكم لبعدين لحتى تحافظوا على النتيجة، صح؟ ولا أنا بدي أضعف أحضر المناسبة وبعدين خلص برجع ألبس الوزن تاني وامشي بيه. فكمان هاي نقطة، يعني إنه نغير طريقة تفكير الشخص، إنه يتعامل مع الموضوع بفلكسبيليتي، إنه شيء بده وقت أنت to develop a habit. حتى الستاديز بيقولوا إنه to develop a habit الشخص بده فوق الشهرين ل3 أشهر لحتى عن جد تصير هاي عادة صحية بحياتنا. ونقطة تانية مثل ما قلتي نشوى على موضوع إنه ما يهمنا بس الشكل، إنه كمان في كتير أشخاص بيكونوا هن ضعاف بس وقت بيطلعوا على البادي كومبوزيشن ماشين بيطلع إنه جسمهم تقريبا 40% دهون أو 50% دهون. ممكن يطلع عندهم مقاومة أنسولين، ممكن يكون عندهم فاتي ليفر، كبد دهني، وهي كل الأمور ما مبينة من برا. when you dig deeper وتحكي معهم بتعرفي إنه هن أشخاص مثلا for example الجيناتكس تبعهم إنه هن ضعاف صحي، بس لأنه ما بيلعبوا رياضة، ما بياكلوا كتير أكل صحي، فصار عندهم شيء اسمه سكيني فات. يعني الشخص مبين سكيني من برا بس من جوا جسمه دهون، لأنه ما بيلعب رياضة، ما بيحرك عضلاته، ما بياكل بروتين منيح. فهذا الشيء بيأكد لنا إنه مو يعني إذا الشخص شكله من برا ضعيف يعني هو healthy. كمان لا، نحنا ما بقى نتطلع بس على الوزن، حتى كدايتيشنز ما بقى تطلعنا على الوزن، ما بقى يعني شيء. لأنه for example إذا أنا عندي let's say بنت وزنها 50 كيلو وبنت وزنها 65 كيلو، بس اللي وزنها 65 عندها نسبة الدهون بجسمها ضمن الطبيعي وعندها good amount of muscle mass، والبنت اللي وزنها 50 عندها مثلا دهون عالية وما في عضل، يعني العضل is very low. مين بيعتبر healthy أكتر، اللي وزنها 50 ولا اللي وزنها 65؟ أكيد اللي وزنها 65. so كمان حتى يعني صرنا بدنا نطلع على الأمور beyond الكالوريز و beyond الوزن على الميزان. صارت الهيلث يعني مرتبطة بكتير شغلات غير بس إنه أنا قدي وزني وقديش عم باكل كالوريز باليوم. المشكلة بقى إن أنت هتلاقي في أغلب الوقت إن الشخص اللي جايلك اللي وزنه أكتر هو في أغلب الأوقات هو اللي جاي يشتكي وهو اللي عايز يحل مشكلته. حتى لو أنت كدايتيشن شفتي إنه هو أنا مش شايفة إن عندك مشكلة، أنت within normal، كل مقاييس جسمك سليمة، أنت جسمك قوي، فإحنا مش محتاجين بقى إن إحنا نمشي في extreme diet ولا إن إحنا نغير من شكل الأكل اللي إحنا بناكله. وده بيخلينا نبص للأكل من وجهة نظر تانية، الجانب بقى اللي هو thinking and emotions. يعني أنا بفكر في الأكل أو بفكر في الوزن أو بفكر في الشكل إزاي، لأن الحاجات دي كلها مرتبطة ببعض، وأنا التصرفات بتاعتي اللي مبنية على ده عاملة إزاي ومشاعري عاملة إزاي. وندخل على الإيموشنال فاكتور، الجانب العاطفي جدا. انتي أكيد برضو يا سارة بتشوفي الموضوع ده كتير للناس اللي بتيجي تشتكي من مشاكل في الوزن أو مشاكل في التخسيس أو body image issues in general.
العلاقة دي عاملة ازاي بقى؟ علاقة العقل بالمشاعر بالتصرفات. نشوى، هو طبعا يعني our emotions play such a role and how we think plays such a role in our relationship with food, in our body image, in our self-worth, and they're all very connected. واللي عايزة أقوله على النقط دي, there's a lot to say, but I think the first thing to start with is obviously إنه how we think of our bodies has really nothing to do with how it looks to the outside. يعني واحدة تبقى تمام ومفيش أي مشكلة and she's within a normal range of weight, however you want to define that, وهي شايفة إن هي تخينة أو العكس. يعني how we think of ourselves is actually usually very biased, which has really nothing to do with how we outwardly look. The other thing is the main problem is not thinking طيب ماشي أنا شكلي مش عاجب, I don't like how I look or I like how I look. The main problem is actually when there's an over obsession بالbody image. يعني لما أنا أبقى pouring so much of my time and energy into thinking about how I look, ده بيبتدي يخلق تعب and مشاكل. يعني when people بقى get to a point where, and I see this in clinic all the time, where واحدة مثلا اللي هو بتوزن نفسها all the time, she's always thinking about food, always thinking about how she looks, always thinking about wanting to lose weight. That's sort of really where the problem lies. Now with emotions بقى, you mentioned something really really important. Food is intimately connected من أول لما نتولد ب how we feel. يعني من وإحنا يعني young kids, food becomes a way to self-soothe, food becomes a way to make us feel good. ساعات our parents encourage that, ساعات إحنا لوحدنا sort of we discover in food makes us feel good. Now the problem is that can sometimes become a habit where food is used as a way to just cheer us up or soothe us. يعني it soothes us. Later on in life, as adults, a lot of people end up turning to food as a way for comfort again, to feel good. دي بقى بتخلق مشاكل, لأنه ما هو يعني if when it becomes a really like food becomes a really big part of making you feel good, then sometimes people gain weight and then they feel like they don't like how they look, and then it creates this cycle where they're not feeling good, which perpetuates أصلاً إن هم to use food even more as a way to feel better. فده emotional eating. خلاص ده انت اللي what كده we define as emotional eating. everyone يمكن does to an extent a small amount of emotional eating. بس بناكل علشان نسكت مشاعر معينة أو عشان نهدى أو علشان نتبسط أو عشان مش عارفين نعمل إيه. أيا كان شكل المشاعر, هي دي من أكبر المشاكل برضو اللي احنا بنواجهها, إن احنا أوقات كتير بنبقى عايزين نسكت أو نتعامل مع مشاعر غير الجوع بالأكل. فأنا زهقان, رجعت زهقان, فأنا هاكل. معرفتش أنام بالليل كويس, فعامل أوتر. أنا I'm going through hard time ومتضايق ومتخانق, عندي مشاكل في الشغل, هاكل حاجة تبسطني تريحني. والمشكلة بتبقى لأن أنواع معينة من الأكل, وبرضو ممكن مجدولين تحكي لنا أكتر عن الموضوع ده, بتفرز حاجات جوه الجسم بتخلي فيه يعني إحساس بالارتياح الوقتي اللي هو الانستنت ريليف اللي بيحصل لنا. فأنا دلوقتي أكلت حاجة معينة, الحاجة دي فيها سويتس شوجري, الحاجة دي فيها فاتس, الحاجة دي أنا رابطها جواي بأن هي حاجة indulging أو بتبسط أو أيا كان. أغلب الأوقات ما بتبقاش بروكلي, يعني بتبقى حاجات تانية. فلما بفكر فيها فبقول خلاص, أنا ليه أقعد أتعامل واستراجل مع المشاعر اللي جوايا دي؟ خليني أسكتها. يا إما بمعرفة, أنا فاهم, أنا عارف أنا بعمل إيه, أنا عارفة أن أنا هتلاقي حد بيجيبوها في الموفيز بتعيط عشان في بريك اب وماسكة الآيس كريم بتاكل, برضو الستيريوتايبنج اللي موجود. أو من غير معرفة, أنا مش عارف ده. فده بقى يخليني في عندي حاجتين عايزة أعرفهم. عايزة أعرف منك يا مجدولين الأول, هو أنا أصلا إزاي أعرف أفرق ما بين الجوع وما بين الحاجات التانية اللي مش جوع, مشاعر التانية اللي مش جوع؟ نشوى, هلا أول شيء مبدئيا الإيموشنال إيتينج هو صار شيء it's a bit common. يعني كتير عالم, كتير بيجيني cases إنه عندهم emotional eating. هلا هو ممكن يجي من كذا نقطة.
أول شي how to know إذا هي physical hunger أو emotional eating to answer your question. أول شي ال physical hunger it builds up شوي شوي. ال emotional eating بيجي فجأة، تحسي إنه فجأة أنا I want to eat something هلأ. second وقتها نحس إنه نحنا بدنا ناكل نفكر إنه أنا هلأ مثلا إذا كان في قدامي something high in protein for example eggs, chicken, steak عندي الابيتايت لأكلها أو لا مثلا حابة هيك شي to graze on شي هيك مثل آيس كريم chips chocolate Burger. هاي الأساس برجر فرايز هيك. إذا حسيت إنه لا أنا ما عبالي آكل شي high in protein هيك تقيل إنه كستيك or chicken or هيك لا حابة شي highly palatable food يعني that's most probably emotional eating. so هيك فينا نحنا نفرق. second في شيء أنت كنتي عم تقولي عنه اسمه البليس بوينت اللي هي كل شركات الأغذية بتدفع مصاري كتير لحتى يوصل المنتج تبعهم يكون موجود بقلبه يوصل الإنسان لشيء اسمه بليس بوينت. هاي الشيء نقطة بالدماغ بس تصير هي بتجمع بين الملح والمالح والحلو والساور عرفتي يعني حتى صاروا بالتشيبس يحطوا سكر. دي خلطة يعني دي خلطة يعني فيها chemical يعني. science. في خلطة واو. معينة بتوصل الدماغ لحالة اسمها البليس بوينت. هاي البليس بوينت بتعمل لك ادكشن بتصيري بدك تضلي تاكلي من الأكلة. وخصوصي كل ما كان الأكل سهل البلع يعني highly palatable كل ما صار الشخص يقدر يأكل منه كميات بدون ما يحس. هاي الأمور كلها وقتها بيصير في emotional eating والشخص عم بفش خلقه بالأكل بيروح لهي الأكلات اللي بتاكليها بدون ما تحسي أنتي بتاكلي منها كميات كبيرة واللي بتطلع على المخ وتعمل تأثير وقتي تضوي اللمبة Yeah. بيصير في بتعطينا satisfaction فمنحس نحنا إنه خي هلأ أنا فشيت خلقي. وبعد ما يمرق شوية وقت 10 minutes 15 minutes منبلش بقى نراجع حالنا ويجي شعور الجلد ويا الله ليش هيك أكلت وما بعرف شو ونصير بقى يصير عنا مثل يعني شعور سيء يعني عكس ما إنه نحنا كنا مرتاحين. فبهي الطريقة نحنا ما عالجنا الشعور يلي نحنا بالأصل كنا عم نحاول نهرب منه. فلهيك أنا دايما بقول إنه وقتها الواحد يعرف إنه هو بده يعمل emotional eating يحاول يفكر إنه what is the feeling that I'm trying to عايزة أوقفه دلوقتي. Well, I want to add on to that إنه definitely يعني one should check how am I feeling right now. لما بحس إن أنا جعانة عايز أروح المطبخ أكل حاجة أسأل طب how am I feeling right now? Am I hungry? ممكن لا I'm not hungry. طيب what am I feeling? لو عرفت to define that هي مثلا I'm sad, I'm anxious, I'm stressed about tomorrow, whatever it is. وأحاول أعمل لنفسي مثلا لستة of things that make me feel good that aren't eating. ممكن يبقى I don't know taking a bath. ممكن يبقى أقرأ أكلم صاحبتي whatever it is. ويبقى عندي لستة دي حاجات very small I can do at home that can replace food but also give me some kind of dopamine or feel good. The other thing also I'd recommend, and I was talking to a client about this recently, a question you can ask yourself before you go eat عشان ما هو إحنا we run into a problem صح لأنه في emotional eating فممكن نقول للناس طب ما ينفعش تعمل emotional eating احرمي نفسك لو أنت مش جعانة but that creates a problem because it creates restriction sometimes and that can lead into just too much restriction which often leads into الموضوع يقع خالص and binging. One great question you can ask yourself is before I go مثلا to the kitchen to eat I ask myself is this an act of self-care يعني am I going to go eat right now or snack because it's actually coming from a good place مثلا أنا مش جعانة قوي دلوقتي بس I've had a long day I want a piece of brownie and that's okay you can do that. Is this an act of self-care or is it not and we all know when we're going to go eat and it's not coming from a very good place يعني لما بتبقى لأ مثلا أنا بهدلت الدنيا النهاردة وأكلت حاجات كتير فهاكل بقى براوني عشان خلاص الدنيا باظت. And we haven't spoken about this but oftentimes restriction ends up leading into kind of binging. كل ما تحطي rules على نفسك
ما ينفعش اكل ده، ما ينفعش اكل ده. بتفتحي في الاخر خالص بتفقدي السيطره تماما. بالظبط، لانه الويل باور only lasts so long. ما ينفعش ان انت تبقي testing yourself كل يوم وطبعا عشان احنا بنتكلم عن standards getting worse of needing to look a certain way عشان social media، كل ما الريستريكشن بتزيد والرولز بتزيد and it ends up into binging. ايه الحاجات التانية غير الاحاسيس والمشاعر triggers للايموشنال ايتينج؟ يعني ممكن اكون انا حاسه ان انا باكل كتير، او انا مش عارفه اخس، او علاقتي بالاكل مش صحيه قوي، بس بتكون باسباب جسمانيه، مش باسباب ان انا نفسيا وان انا الثقافه بتقولي ان انا يبقى ليا شكل معين. هل في اسباب بتبقى ممكن تبقى pure physical، في حاجة في المخ وفي حاجة في الجسم وفي الهرمونات اللي بتتفرز بالجسم، وإن الجسم محتاج أكلات معينة فعلا؟ هلأ طبعا لقلك شغلة نشوى، هرمونات الجوع والشبع وهرموناتنا بشكل عام بتنفرز من الخلايا الدهنية بالجسم، وكل ما كان الشخص عنده زيادة وزن وعدد خلايا دهنية أكبر كل ما كان إفرازه لهي الهرمونات أكتر. وفي عنا هرمون اسمه الليبتين، أوكي، هو هرمون الشبع. فوقت بيكون الشخص عنده زيادة وزن كبيرة هذا الهرمون بيكون عم ينفرز بكميات كبيرة دايما، فالخلايا تبع جسمنا بيصير عندها شيء اسمه مثل ليبتين ريزيستنس، مقاومة على هرمون الليبتين، فما بقى عم تستقبله منيح، فبيقوم الجسم أو الدماغ خلينا نقول ما بقى بيستوعب إنه هذا الشخص شبع. ليش؟ لأنه صار في شيء اسمه ليبتين ريزيستنس. فكمان أحياناً الأشخاص اللي بيكون عندها زيادة وزن كبيرة في شيء إنه فعلاً مانو بإيدهم، في شيء فيزيولوجيكال متعلق بالهرمونات، بمقاومة الأنسولين كمان كتير. يعني أحد أكتر أعراض مقاومة الأنسولين هي الكريفينجز، إنه الشخص بيضل مخه كل نهار شغال بالأكل، كل ساعة شو بدي آكل، شو بدي أتحلى، شو بدي آخد سناك. ليش؟ لأنه البلد شوجر تبعه عم بيضل طالع نازل كل نهار، ما في stability. أكيد في physiological reasons بتأثر لهذا الشيء. انتي مش حاسة ان مقاومة الانسولين دي بقت اوفر ريتد؟ انا ما فيش حد اعرفه حواليا كلاينت او على حتى في حياتي الشخصية غير بقى دلوقتي بيقولي انا عرفت ايه المشكلة، انا عرفت انا ما بخسش ليه، انا طلع عندي مقاومة انسولين. تلاقيهم رفيعين وتلاقيهم تخان، صغيرين كبار. حاسة ان كل الناس بقت تتكلم دلوقتي على انها عندها مقاومة انسولين، وانا بصراحة ما عنديش العلم يعني الطبي عشان استوعب هي دي فعلا هل هي فعلا بنسبة ثابتة، ولا ممكن حد يبقى بوردر لاين ويلاقي لنفسه مبرر علشان خاطر كده خلاص تمام. وكمان علشان يروح في سكة بقى الحقن التخسيس اللي كل الناس بقت تستعملها دلوقتي، كتير جدا بنسمع على سايد افكتس رهيبة من وراها، وناس كتيرة مش عارفة تبطلها. صح. مش عارفة، ما بقيتش عارفة قوي هو ده من الشماعات الجديدة اللي هو يلا كلنا زي ما طلع فترة كده كلنا عندنا نقص فيتامين دي يا جماعة، فكلنا لازم ناخد سبلمنتس عشان كده أنا بقى عندي فاتيج، وعشان كده أنا تعبان، مع إن عادي من زمان جدا الناس عندها نقص فيتامين دي ومش عارفة أصلي. فما بقيتش عارفة دي شماعة فعلا. هلأ بصراحة نشوى مقاومة الأنسولين يعني as per studies في تقريباً 45% of people in the Middle East adults عندهم مقاومة أنسولين وممكن ما بيعرفوا. للدرجة دي؟ ايه، وحتى in general one out of 4 people عندهم مقاومة أنسولين. هو عن جد it's very common. بس ليش it's common وليش العالم ما بتعرف فيه؟ لأنه ممكن شخص يكون ضعيف وعنده مقاومة أنسولين وما بيعرف، مثل هاي الحالة اللي قلت لك عنها اللي هي skinny fat. ومقاومة الأنسولين هو بداية يعني البداية الأولية للتايب 2 diabetes. في كتير عالم بيقولوا إنه تايب 2 diabetes بيصير على كبر، هيك المعروف يعني إنه طول عمرنا إنه هو ببلش على عمر متأخر.
بس العالم ما بتعرف إنه التايب 2 diabetes هو بلش من 20 سنة قبل ما أنت تتشخص إنه عندك مرض السكري. هو كيف بلش؟ هو بلش بمقاومة الأنسولين يلي الجسم حاول إنه يحاربها مثلا عدة سنوات، بعدين صارت pre diabetes، بعدين صارت مرض السكري. فهو موجود مقاومة الأنسولين، بس الفكرة إنه هلأ نحن صار عنا هالهيوج awareness عليه. من قبل كان موجود بس كان متخبي وما يبين إلا وقت يصير الشخص عنده مرض السكري، هون نعرف إنه هذا الشخص عنده مرض السكري. عرفتي كيف؟ وفي انت اتكلمتي على حاجتين، اتكلمتي على مقاومة الأنسولين ومقاومة ليبتين اللي هو الهرمون. هرمون الليبتين بيبقى فيه طرق معينة للتعامل معاها. يعني انت لما بيجيلك حد for the first time بتبدأي تقولي لا خلاص let me check الأول، أعمل تحاليل على الحاجات دي بتتشاف. يعني الأنسولين وارد ان هو يبقى ليه تحليل. الهرمونات التانية بتتشاف، ليها أعراض واضحة علشان الناس تبدأ تقول لا خلاص، بدل ما أنا أروح ببقى بستراجل مع وزني ومع الكريفنج وادخل في دايتس كرونيك فترات طويلة جدا، وفي الآخر ما بيحصلش حاجة، جسمي في الآخر واقف. وأنا ممكن يكون عندي هرمونات اللي انت بتتكلمي عنها، او الهرمونات تانية كمان ليها علاقة بالذات عند الستات، التغيرات اللي بتحصل في خلال دورة الحياة والشهر والمراحل المختلفة اللي بيمروا بيها. اوقات كتير بتبقى التحكم في الوزن مش فولي بايديهم. صح. هلأ اللي بيصير إنه كمان الهرمونات كلها بتأثر على بعضها. عندك انت هرمون الأنسولين مرتبط بالكورتيزول. كمان إذا شخص مثلا بيعاني من كتير سترس بحياته، كمان هرمون الأنسولين عنده بيصير يرتفع زيادة. كمان عندك بس يصير في هرمون الأنسولين مرتفع كتير بيمنع يعني بيصير في المرأة عندها هرمونات ذكورية عالية، والرجال بيصير في عنده هرمونات أنثوية عالية، فكمان بيأثر على هذا الشيء. لهيك بتلاقي الشخص الناصح الرجال بيصير يكبر عنده منطقة الثدي for example. عندك المرأة كمان مثلا ممكن يصير معها PCOS يعني تكيسات بالمبايض، يطلع لها شعر بمناطق مثلا مانا الشيء الطبيعي بالنسبة للمرأة. بعدين انت إذا يعني بيجيني مثلا patient عندها تكيس مبايض، بنرجع لورا منراجع كل شيء medical history كذا، بيطلع انه صار عنده تكيس مبايض بسبب مقاومة الأنسولين مثلا، اللي ممكن تكون حصلت بسبب الستريس فاكتورز، او يعني او بسبب الانفلاماتوري دايت مثلا. فاكتشلي ممكن يكون من الاسباب اللي خلت نسبة كبيرة من الناس دلوقتي بقى عندها مشاكل في الأنسولين تكون أسباب نفسية. صح. أو تكون بسبب طبيعة الأكل اللي احنا بناكله أو ضغط، فاحنا بنلف في نفس السايكل. صح. فأنتي الشخص اللي بيجي بيشتكي نفسيا بسبب الأكل، هو نفسيته ممكن تكون هي السبب أصلا. صح. في التوربلنس واللخبطة اللي حاصلة جوه جسمه. كنت بسأل الناس قبل ما نيجي نعمل الحلقة النهاردة، وكنت بقول لهم احنا هنعمل عن كذا، ناس كتير كانت excited، وبقول لهم طيب احنا لو عندك سؤال عايزة تسأليه about this هتقولي ايه؟ فحد قال لي انا عايزة اعرف هو مخنا بيعمل فينا كده ليه. يعني انا مخي عارف ان انا عايزة اخس، ومخي عارف اني مش راضية عن شكلي دلوقتي، وناس ايا كان بقى هم شكلهم فعلا محتاج يتغير او لا، في الاخر هم البرسبشن بتاعهم عن نفسهم ان هم محتاجين يخسوا. او حتى مش لازم تكون الاوبجكتيف ان انا اخس، هو ممكن يكون انا بلخبط في الاكل ومحتاجة اكل اكل صحي، انا باكل فاتي فود وحاجات ممكن تعمل لي مشاكل صحية بعد كده. يعني مش لازم كلها الاوبجكتيف مجرد الشكل بس. أنا aware، أنا فاهمة، بس مخي مش مطوعني. مخي بيخليني آكل، وهو اللي بيخليني أكريف الكوكي، وهو اللي بيخليني عايزة أطلع، وهو اللي بيقولي كبري دماغك خلاص خلينا لبكرة ولا خلينا لبعده. ليه بيعمل كده؟ ليه مش consistent؟ It's a very great question. ما هو يعني part of it's a very complicated thing. صح، السايكل اللي احنا بنتكلم عنه where everything feeds into each other. فانتي مثلا عايزة تخسي أو قررتي ان انتي don't like your body which leads you to مثلا restrict and eat less than you need to.
your body and brain عشان برضو كلها like hormonal feedback loops back into the brain بيقول للبرين مثلا we're not getting enough calories فالبرين freaks out and says oh my god احنا محتاجين calories فكل حاجة فتلاقي نفسك craving أكل very intensely فبتاكلي كتير قوي وبعدين تزعلي من الموضوع and you get really upset because you ate too much and then تقولي لنفسك خلاص أنا هعمل rules من بكرة this is the rule مش هاكل كذا but again you're trying too hard to restrict then your brain freaks out again فدي مثلا one loop. Another loop is the addiction loop زي ما احنا اتكلمنا a lot of food is very addictive nowadays there's so much sugar your brain literally is a bit addicted هو متعود على dopamine spike من الأكل فبالضبط زي اللي عارف إنه السجاير are really bad but can't stop you also all of us are privy to being kind of addicted to food a little bit فده اللي بيخلق sort of زي ما انتي بتقولي كده بقى اللي هو مخي فاهم حاجة أو أنا فاهمة حاجة بس مخي مش فاهمها for some reason اللي هو طول الوقت بيبقى فيه sort of a back and forth fight almost of طب أنا عايزة أكل healthy عايزة إن أنا أبقى تمام وبعدين الرد يبقى عكسها kind of thing. طب أكسر الحلقة دي إزاي بقى؟ إزاي أعرف أخرج منها؟ بصي like one I think first step is to understand the emotional eating aspect to really start understanding when am I reaching out for food زي ما مجدولين قالت to start checking in how do I feel and is there anything I can do about it other than food. دي أول حاجة. تاني حاجة is to really start looking at whether I am creating too high of standards for myself حتى restrictions that are too intense لأنه كل ما يبقى عندي rules أكتر كل ما يبقى في restrictions أكتر كل ما it's not sustainable فدي برضو حاجة. I think overall the main thing I would say برضو in how do I break this cycle is really starting to look at your body as and appreciating again both of you have mentioned this the function of it أنا يعني instead of just being like oh I want my body to look a certain way and I don't like how I look I'm gonna start trying to control my food is to shift the perspective and really start appreciating your body for what it does not focusing just on how you look stop weighing yourself stop يعني checking in the mirror كل دقيقتين think of the fact that your body allows you to walk, allows you to move, allows you to hug people, allows you to breathe and start focusing on the function. كل ما to disconnect your self-worth بس from your body image and how you look, كل ما you'll actually find it a bit easier to also figure out your eating a little bit لأنه مش هيبقى فيه so much emotion behind it and feeling of like I need to look a certain way لأنه كل ما الواحد يبقى panicked about the whole thing and stressed out about the whole thing of how they look كل ما eating بيبقى just so hard to manage. If I can come to a place of okay I just appreciate the function of my body I'm not gonna so focus on how it looks take away the rules start not having good and bad in food دي برضو حاجة very important إنه labels اللي هي ده أكل white bread is bad this is good لا it's in balance and it's okay to sometimes have something that might not nutritionally be amazing يعني that's okay to allow yourself وكل ما you allow yourself كل ما هتبقي أصلا a bit more uninterested in it يعني those are some little techniques to start thinking about to try to break the cycle of being sort of so infatuated with food and feeling like you really need to lose weight. أنا I can relate جدا اللي انتي بتقوليه ده. أنا كان كتير الكلاينتس اللي بتيجي في لما بنعمل جلسات النفسية حتى لو هم مش جايين بسبب مشكلة body image أو قيمة نفسهم اللي جاية من الشكل بتكم أب في وقت من الأوقات يعني لازم يطلع كده. حتى احنا بنتكلم على مشكلة تانية خالص مشكلة علاقة ما بين واحد ومراته مشكلة حد عنده depression مشكلة حد عنده مشكلة في الشغل بنرجع للهيستوري ورجالة وستات كتير جدا بتطلع حاجة related للثقة في النفس. ولما بنيجي نتكلم على الثقة في النفس بنبدأ نتكلم على البادي ايمج أو شكلهم عاجبهم أو مش عاجبهم. بنبدأ نتكلم على الايجينج
لو حد حاسس نفسه بيكبر او اتحط في مرحله عمريه ان هو بدا يكبر شويه، ودلوقتي عادي الناس started to feel ان هم aging from mid 20s. يعني I had some conversations with some people lately in mid 20s وبتتكلم على انا شكلي بقى يكبر وانا الرينكلز عملت وانا جسمي مش مظبوط وانا معرفتش اخس وانا عايزه انترفنشن، حاجه تدخل توقف الكلام ده كله علشان I'm freaking out، انا كده هيحصل لي مشكله. اوقات كتير مع التايب اوف كلاينتس دول من الحاجات اللي بتنجح جدا ان احنا بندايفرت الديسكشن. يعني بدل ما احنا بنقعد كل السيشنز نتكلم على يلا نعمل دايري ونشوف كلنا قد ايه، طب هي مشكله كريفنج ولا مشكله ايموشنال ايتنج، طب وانا باكل كتير عشان انا من وانا صغير كنت بوليد، ولا علشان حد من اهلي كان بيحط لي مقاييس معينه للشكل فتعقدت منها. اوقات كتير من الاكتر الحاجات اللي بتساعد ان احنا بنحط ده على جنب، كل بقى المؤثرات دي على جنب، تعالى نتكلم على أي حاجة تانية غير الأكل. وريلي حياتك بقى. الحياة بقى دي فيها جوانب كتير جدا. طيب أنت بالنسبة للأكتيفيتيز مبسوط ولا مش مبسوط؟ بتعمل حاجة ولا ما بتعملش حاجة؟ طب بالنسبة للريليشنشيبس، علاقاتك لو حد يعني متجوز او حد بيحبه، ولا علاقاتك مع اهلك، ولا علاقاتك مع اصحابك، في strong ties، في علاقات قوية، ولا دي حتة كمان القارورة اللي مليانة فيها فاضية. طيب الهيلث والفتنس اللي ملهاش دعوة بالشكل، اللي ليها دعوة بالماشين، المكنة اللي ربنا مديها لنا عشان أصلا نعيش ونسرفايف، اللي هي الهدف من وراها مش إن يبقى شكلها حلو، الهدف من وراها إن هي يبقى عندي 70 سنة وأنا قادر أمشي وما بقاش قاعد فترة طويلة وأنا مريض. طب تعالى نتكلم على الشغل، طب تعالى نتكلم على الأكتيفيتيز، تعالى نتكلم على الجانب الإيماني. تعالى نملى الحاجات دي الأول بما إنها حاجات ممكن نحط لها بلان وما تكونش بتسبب قلق. لأن المشكلة في إيه؟ لو أنا obsessed بالأكل، لما بشوف الناس دايما بيبقوا الأول ما يبقوا حاسين إن الأكل هو المشكلة، بيبقى فيه anxiety كده وقلق على أي حاجة تخص الأكل، وإحساس بالعجز في أوقات. أنا مش هعرف أعمل ده صعب جدا، أنا مش هعرف أغيره. طب خلاص حطي ده على جنب وتعالي نغير الحاجات التانية. ولو غيرنا شوية حاجات let's see، طيب أنا بقى as 100% أنا كلي على بعضي في الحاجات دي لما اتغيرت أنا بقيت أحسن، أنا بقيت مبسوطة أكتر أو مبسوط أكتر، أنا بقيت مستقرة أكتر ولا لأ. بس لو فكرنا بس في الأكل بتبقى ساعات get stuck. أنا عايزة أزود، يعني I so agree with everything you're saying يا نشوى. عايزة أزود حاجة إنه ما هي I see this a lot where people's self-concept أو self-worth just becomes completely tied to how they look and their bodies. فبلاقي ناس كده where there's like a belief of أنا لو خسيت أو بقيت I look a certain way I'm gonna be happy, I'm going to feel connected to everyone around me. وحتى بيبقى في irrational beliefs، يعني اللي هو almost like if I lose weight or if I look a certain way I'm gonna be successful, I'm gonna be smart, I'm gonna be amazing, everything's gonna be great, which is not the case at all. يعني and actually I ask people sometimes I'm like طيب في وقت في حياتك حسيتي ان انت كنتي خاسة؟ لو انت مثلا الهدف بتاعك كنت ان انت تخسي، او كنتي some people actually it's the opposite they need to gain weight، ماشي كنتي تخنانة، ايه اكتر وقت في حياتك حسيتي ان انت you were happy with your body based on your perspective now؟ لأنه a lot of people can recall a time where maybe they were okay with their body بس طبعا في وقتها كانوا يمكن مش شايفين ده. بس فيقولوا لي اوكي انا مثلا من 10 سنين حسيت ان انا يعني I can look at myself in pictures and I feel like I look nice. طيب انتي هل وقتها you were happy؟ a lot of time we're like no. يعني فحتى in achieving whatever body standard image whatever that you want لما توصلي لها a lot of people aren't happy لانه self worth بتحسي ان هو it has to do with how you look, but actually it's about the things you're talking about, which is your relationships, what's going on in your life, your you know, whether you're happy at work, whether you're finding fulfillment in different areas. It isn't about sort of how you look. Even حتى لو your brain is fooling you into thinking إنه looking a certain way will get you all these other things. yeah, in therapy we really work on separating these things ونحن نحاول نلاقي self-worth outside of الشكل خالص, you know. actually sometimes when we remove what
يعني the body image و what the person looks like, we realize إنه في تعب أو مشاكل underneath زي ما بتقولي. maybe the people are really struggling with their relationships, or they struggle with social anxiety, or whatever it is. فبنعالج ده and we work on it, which has nothing to do with their body image or relationship with food. ما بعرف إذا شفتوا الستاديز اللي عم يطلعوا جديد، إنه هلأ في ستادي قريت عنها عملوها I think Cornell University، طلعت إنه أكتر predictor للlongevity هو السوشيال relationships. يعني أكتر شيء يعني شافوا الرياضة، الأكل، الستريس، كل الأمور اللي بالحياة اللي نحنا بنعملها نطول العمر وتكون اللايف سبان تبعنا healthy قد ما فينا. طلع إنه how strong our relationships و how good our relationships are with other people هي are the most predictor for longevity. So كمان there are other aspects to health غير بس الأكل والرياضة It's very tricky. هم حاجات كتير، والمشكلة الكبيرة عند ناس كتير إن كل حاجة بتسمع في حاجة تانية. يعني وكل حاجة بتبقى يعني أنا حياتي فاضية أو أنا stressed out أو فبروح في حتة الأكل، ولما باكل بتجيب لي guilt feeling أو إحساس بالذنب أو بتعمل لي أحاسيس سلبية وبتخلي نفسيتي تبقى وحشة، ولما نفسيتي تبقى وحشة هدخل في السايكل أكتر. فالمشكلة إن الجوانب المختلفة البني آدم لو بدأ يشتغل على جانب واحد بس وهو ده بقى obsessed بيه وبقى عايز يصلحه، محتاجين ندخل في حاجات تانية كتير علشان خاطر everything will be fine. في كونسبت تاني بقى برضو من الكونسبتس برضو البيج نيمز كده اللي بنقراها على السوشيال ميديا دايما، على الريلز بتطلع وعلى تيك توك، الجات هيلث. وكله بيتكلم دلوقتي على ان الجات هيلث وان هم very connected بالبرين وتأثيرها علينا ايه الجات هيلث دي؟ هلا الجات هيلث ما بعرف إذا سمعتوا إنه كتير عم بيقولوا إنه الدايجستيف سيستم هو our second brain. why is that؟ لأنه بالدايجستيف سيستم في أكتر من 100 مليون خلية عصبية، وبلس في شيء اسمه الفيغس نيرف، عصب بيربط الدايجستيف سيستم بالدماغ. فكل هاي الخلايا العصبية عم تتأثر. so for example نحنا ما إذا بتلاحظوا مثلا بس تكونوا متوترين بتحسوا معدتكم مسكت هيك، ما بقى قدرتوا. هي من أول الأعراض اللي بتظهر مع القلق أو الاكتئاب أو التوتر ليها علاقة بالجهاز الهضمي دغري بيحس الواحد بهذا الشيء. هاي أول نقطة. تاني نقطة هي إنه 90% من our feel good hormones let's say اللي هن السيروتونين، الدوبامين، الجابا، هن هرمونات بينفرزوا من الجود بكتيريا يلي بمعدتنا. والشخص الطبيعي النورمال بيرسون المفروض يكون عنده تقريبا 80 to 90% good bacteria و 10 to 20% harmful bacteria let's say. فوقتها بيصير في اختلال توازن بهي الخلايا، يعني صار في عنا خلايا مؤذية أو harmful أكتر من الخلايا الجود بكتيريا. هون بقى بيصير في خلل وبيصير في بيتأثر المود تبعنا، ممكن يصير عنا نوبات هلع، خوف، كتير قصص نفسية. مفكر نحنا إنه دغري منقول إنه يمكن عندي شي نفسي، بيطلع الروت كوز هو بالدايجستيف سيستم. وتاني نقطة هي إنه الدايجستيف سيستم فيه شيء هو مثل gut membrane، يعني فيه فلتر بيفصل بين الجهاز الهضمي والدم تبعنا. بس ينزل الأكل والشرب كل شيء نحنا بنتناوله بيكون موجود فيه heavy metals, toxins، فضلات، بكتيريا، فيروسات، كل هاي الأمور. فهذا الفلتر شغلته إنه هو يمنع هاي الفضلات كلها من إنه تدخل للدم. فإذا نحنا كنا عايشين حياة غير صحية، يعني بناكل أكل مثلا كتير أكل جاهز، أكل فيه كتير زيوت قلي، سكر، جلوتين، هاي الأمور كلها بتخلي هذا الفلتر يصير رقيق، ما بقى يعمل الجوب تبعه منيح. فبتصير هاي الفضلات كلها تطلع من الجهاز الهضمي على الدم وتروح على الخلايا العصبية وتعمل فيها حالة التهاب.
فهون بتصير هاي الخلايا العصبية تتأثر ويصير عنا كل السيمتومز يلي هنن خوف، قلق، anxiety، ستريس، في عالم بصير عندها panic attacks، كلها بيطلع مثلا إنه الشخص عنده leaky gut، يعني ارتشاح بالأمعاء مثلا for example. ودي حاجات بنعرف، يعني أنا دلوقتي لو بتحصل لي حاجة زي دي how can I know؟ هلأ أكيد you need to dig deep، يعني لحتى الشخص يوصل إنه يعرف هاي الأمور أكيد بده يروح لعند حدا health professional. ممكن أول شي يروح عند psychologist، السايكولوجيست يعمل referral ل dietitian، وأخصائية التغذية المفروض إنه هي عن طريق السيمتومز، الأعراض يلي الشخص عم بيحس منها ممكن كمان blood tests تنعمل كمان إذا كتير الشخص شك إنه في قصص بالdigestive system ممكن الموضوع يحتاج لدكتور هضمية هو أكيد يعمل الdiagnosis، لأنه المفروض الdiagnosis تنعمل لهيك disorders عن طريق طبيب يعني مختص، وبيست على الdiagnosis بقى منشوف طريقة العلاج يلي ممكن تكون combination بين إذا احتاج الشخص أدوية، إذا كان الشخص مثلا عنده أنواع بكتيريا أو عفن أو فيروسات بنسبة عالية بتحتاج لدواء، أو ممكن يكون العلاج عن طريق التغذية العلاجية بس، يعني عن طريق الأكل، المكملات، الهيربز، الأعشاب، هاي الأمور. فاحنا كده بنتكلم على إن في disorders أو أمراض ممكن تكون ليها علاقة بشكل كبير من مشاكل الأكل بتاعتنا أو علاقتنا بالأكل أو مشاكل صحية أو الحالة النفسية كمان. وده بياخدنا لنقطة تانية اللي هي بقى إزاي أقدر أعرف هو اللي عندي ده علاقة بس غير صحية مع الأكل ولا دخل في مرض من أمراض الطعام أو الإيتنج disorders. لأن برضو ناس كتيرة بقت تعمل self diagnosis وبدأت تلاقي حد خاسس تقول له أنت أنوركسيك، تلاقي حد بياكل كتير أنت عندك binge eating disorder. فإزاي أنا أقدر أعرف الثين لاين ما بين إن أنا عندي مشكلة عادية أقدر أتعامل معاها عادي، أو أنا عندي مشكلة محتاجة support من psychologist أو معالج، أو أنا عندي بقى مرض من أمراض الطعام اللي هو محتاج علاج بقى مكثف فعلا. ال eating disorders بقى بيبقى past that، هو بيبقى diagnosis, you know, certain symptoms that you meet to reach that diagnosis. في anorexia, which has to do with a lot of food restriction, a lot of almost like fear of food, a lot of food rules, and then reaching a point of being severely underweight. في bulimia, where you're sort of binging or eating too much to a point where you feel sick, and then sort of purging either through exercise, laxatives, or throwing up. There's binge eating, again, which is just one symptom of bulimia, but it's also a category on its own as a mental disorder, or sorry, eating disorder. ودي حاجات لازم لما اروح للمستشار النفسي أو أخصائي نفسي أو الطبيب النفسي هيشوف الأعراض داخلة لأي سكة ويوصلها، بس دي percentages بتاعتها أو نسبها ما بتبقاش نسب كبير مقارنة بالأمراض بالمشاكل بتاعة الطعام، مش أمراض بقى. Yes. Yes. No, our eating disorders, I mean, each one ممكن 1-2% of the population. It's not a lot. If you feel like you have a symptom, you can go to a psychologist. They can diagnose, or a psychiatrist, and they can diagnose and see actually if you meet threshold. ولكن زي ما بقول, I'd say go to get help before that, you know, if you feel like you're struggling with your relationship with food in general. طيب هيفضل الأكل أزمة ومشكلة، وهيفضل الوزن أزمة ومشكلة، وهيفضل البودي إيمج أزمة ومشكلة بالنسبة لنا، وإحنا عايزين بقى نتصالح معاها علشان الأكل حاجة كويسة في الدنيا. والميموريز بتاعتنا وذكرياتنا كلها ليها علاقة بالأكل، وإحنا عند جدتنا أو عند مامتنا أو عند الناس اللي بنحبهم. أعياد الميلاد كلها كيكس اللي هي السكر اللي بيقولونا ما ناكلوش، والخروجات والسفريات بنربطها دايما بالأكلات، بالذات في العالم العربي بتاعنا احنا بنحب نتلم على الأكل دايما، فما ينفعش نفضل نخاف منه ولا نكرهه. فإن احنا نوصل للعلاقة healthy as much as possible حاجة محتاج كل واحد فينا يحاول يعملها، علشان احنا مش هينفع
نعيش حياة واحنا كل حاجة بنعملها بنوزنها وبنقيسها وبتضغط علينا وهي for the wrong reasons. جسمنا ده in my opinion هو functionality، هو معمول علشان خاطر يساعدنا نعرف نعيش حياتنا، ولما نكبر نبقى functional، نبقى قادرين نعيش حياتنا. ما ينفعش نقعد مركزين بس في one aspect وما نبقاش محترمينه، لأن جزء من احترام جسمنا احنا بندخله ايه وبنبسطه ازاي برضو. انا اتبسطت جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده وان احنا اتكلمنا في كلام كتير. انا عارفه الموضوع ده ممكن نقعد نتكلم فيه 10 ساعات ما بيخلص الحكي. But thank you so much, Nashwa. It was lovely, and we can really speak about this for hours, I'm sure. بس ميرسي كتير نشوى، عن جد كتير انبسطنا، وإن شاء الله هيك تكون حلقة حلوة. Thank you so much.